بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. النهاردة بقى يا حبايب قلبي روتين الشتوي الجميل، روتين المطبخ، روتين المحشي. وانتوا شايفين الجو يا حبايبي عامل ازاي؟ الجو مش عاوز الا حلة محشي كده تكون حلوة وجميلة تدفينا. هنعمل النهاردة محشي كرنب، ونشوف هنعمل ايه جنبه. يا رب حبايب قلبي تكونوا بخير وتكونوا بصحة كويسة. والبرد البرد برغم ان هو بيلسع بره بس جميل، يحسسك بالشتاء بجد. لان الشتاء من ساعة ما جه والجو بسم الله ما شاء الله على حلو، يعني مفيش مطر، مفيش اي حاجة فيه، يعني هو حلو وجميل لحد دلوقتي مستقر. بس بقاله اسبوع البرد، البرد حاجة حلوة قوي، حاجة جميلة بتلسع كده. هنعمل انا عندي القطة يا حبايب قلبي، انا مفرزاها عرضية في التلاجة. هنعمل بقى البصل، وسلقنا الكرنباية ومكرمة سلقة الكرنباية زي ما انتوا شايفين كده. وهنحطها على النار ونظبط بقى الخضرة بتاعتها والقوطة ونقطع المحشي. وهو هيبقى يوم النهاردة ايه، يوم زحمة شوية بس هيعدي ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا حبايب قلبي، صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وربي يجعل لسانكم رطب بذكر الله وقلوبكم عامرة بذكر الله. طول ما انتوا حبيبتي كده واقفة في المطبخ، يعني شغلي لسانك كده على طول، دايما يبقى لسانك رطب بذكر الله يا حبيبتي. ربنا يتقبل منا ومنكم في الأيام المباركة اللي احنا فيها يا حبايبي يا رب. وفرج همومنا وهمومكم، وفرج كروبنا وكروبكم. ما رضيتش مكرمة تاخد من القطة اللي مفرزينها، قالت خليها بقى ايه متفرزة لشهر رمضان ان شاء الله الأحيان المولى. ربنا يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، وحقق احلامنا واحلامكم يا رب، وفرحنا باولادنا وفرحكم باولادكم يا رب. بس تبلت البصل اهي، هتقطع الكرنباية. في ناس كتير حبايبي ما معهاش الا قيل وقال وكترة السؤال. بدل ما تشغل نفسها بمشاكلها وتشغل نفسها بولادها، وكل واحد دلوقتي زي ما انتوا شايفين روتين الحياة اللي بقى عامل زي الصاروخ. كل يعني بصي بيتك وولادك وجوزك بقى ومسؤولياتك ودروس ومدارس وروتين الحياة اللي عمال يطحن في الناس، يعني ده وحده يخليكي. انا عن نفسي والله ده وحده مخليني بصوا يعني مش بفكر في اي حاجة تاني. يا دوب على ما تقومي وتجهزي اللي وراك، واللي يقولك فلوس درس واللي يقولك هتجيب كتب. اسعار الكتب يا حبايبي في الترم التاني بقت حاجة فظيعة، الكتاب ب100 جنيه. شوف بقى لما يكون عندك عيلين 3 في مدارس وعايزين كتب، والله انا حسبتهم والله ال3 1000 جنيه بالظبط، ال3 عيال 1000 جنيه بالظبط كتب. ربنا يجعلهم الفايدة لنا وليكوا يا رب.
المهم بدل ما الواحدة تشغل نفسها بالهموم اللي هي فيها دي والحاجات اللي مطلوبة منها دي، لا تشغل نفسها بغيرها. فلانة عملت ايه، فلانة جابت ايه، فلانة النهاردة خرجت، فلانة راحت عند مين، فلانة قعدت قد ايه. زي ما تكون الناس أو واقفة لبعضيها على أي حاجة، على أي غلطة. طب انت مالك يا حبيبتي، انت مالك، انت ما خليكي في نفسك وخليكي في أولادك وخليكي في بيتك وخليكي يعني ايه. زي ما قلتلكوا روتين الحياة الطحن والأسعار اللي مجننة الناس كلها، مخلية الناس الأسعار في كل السلع، في كل جميع أنواع السلع، مخلية الناس بتكلم نفسها من ارتفاع الأسعار. كل يوم بحال، تروحي النهاردة تجيبي حاجة تلاقيها بسعر، تاني يوم تنزلي تلاقيها بسعر تاني خالص، وسعر مش عادي، سعر مش عادي يعني. أسعار بجد ربنا يعافينا ويرحمنا يا رب، ربنا يعافينا ويرحمنا. أسعار باهظة. كيلو الوراك أروح أسأل عليه الفراخ يقولي ب70 جنيه، والله العظيم، والله أقسم بالله تاني يوم. واللي الناس عارفة، اللي الناس في شبرا الخيمة وعارفة الكلام ده هتعرف الأسعار دي. واحنا بالنسبة لمنطقة يعني ايه، يعني على قدها شوية، مش مناطق من اللي هي المناطق العالية قوي، بتبقى الأسعار بالنسبة يعني معقولة شوية فيها. والله تاني يوم نزلت لقيت، والله لقيت الفراخ ب77 جنيه. يعني كنت عنده العصر تاني يوم قال لي ب77. أنا لسه كنت عندك امبارح بتقول لي ب70. قال لي هنعمل ايه، وبكرة هتبقى ب80 و81. طب يا ولاد، اللي عنده عيلين 3 وعايز يجيب لهم أكل يعمل ايه؟ يروح فين ويجي منين الراجل الأرزوق اللي على باب الله ده، اللي رزق يوم بيوم، يعمل ايه؟ ده يا حبايب قلبي زي ما احنا قلنا، حتة التومة دي لما تحطيها في البصلة بعد ما كمان تستوي، يعني تحطيها كده و5 دقايق كده تغلي غلوتين بيها، وتروحي تطفي عليها. والكمون دايما زي ما قلنا يا حبايبي، اي توابل غير الملح في المحشي، كمون، خلطة محشي تتحط في الاخر عشان الريحة ايه متطرش من كتر الغليان والتسبيك. حتة التومة دي الريحة بتاعتها بتفضل موجودة يا دوب بعد ما تحطيها اقل من دقيقة كده، يا دوب ممكن كمان تحطيها وتطفي عشان بس ايه الريحة تبقى موجودة وبتطعم لك المحشي. واللي مجربهاش يجربها ويدعيلي تخلي لك المحشي طعمه ايه، زي ما تكوني بسم الله ما شاء الله بتاكلي ممبار مش محشي. لو وصلت لحد هنا يا حبايبي، يا ريت ما تنسوش تشيروا الفيديو، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك. الناس حبايب قلبي اللي بيتفرجوا عليا وبيقولوا بيقولوا للعيال احنا بنتفرج على ماما، انا ما بشوفش منهم اي كومنت حلو كده، ما بشوفش منهم لايكات، مع انه اللايك يا حبايب قلبي ببلاش والكومنت ببلاش، ما بتدفعيش في فلوس. فياريت تشجعيني بكومنت حلو كده من جميل من ايدك الحلوة، ياريت تشجعيني بلايك كده حلو. ربنا يكبر بخاطركم يا رب في الدنيا والآخرة. المهم كنت خلاص وصلت لحد هنا بقى، خرجت ام كرمة لبنتها بقى لها يجي شوية، وفطرنا احنا وبنعمل المحشي. الجو بقى كان مستاهل خلاص كوباية شاي، لان خلاص الواحد كانت دماغه ايه بقى وقفة المطبخ دي. لا بسم الله ما شاء الله، ممكن نخش المطبخ من الساعة 12 الظهر مخرجش منه للساعة 4 العصر، والله واحيانا الساعة 5 المغرب. نغسل الحاجة بقى اللي وريتها لكم دي، وهنقطع القوطة
ونقطع الخضرة، وهنجيب الفراخ قبل ما نبدأ كل ده. احنا الفراخ زي ما قلت لكم حبايب قلبي احيانا بتبقى عندي احيانا بتبقى عندي فراخ وابقى حطها في الفريزر. دي ايه دي فرخة بلدي، ودي فراخ بيضة. هنشوف هنعمل ايه الاول فيهم. هنعمل طبعا اكيد هنسوي الفرخة البلدي الاول علشان بتاخد يعني نص ساعة سوا شوية عن الفرخة البيضة. وهنغسل حبة الخضرة دول ونروق المطبخ بقى حوالينا كده لما نقعد نعمل ايه، نعمل القوطة. هنا على النار قدامكم يا حبايب قلبي البتنجان بابا غنوج بيستوي. ودايما يا حبيبتي تبقى ايدك في المطبخ، دايما تبقى نظيفة، دايما طول ما انت شغالة في المطبخ عودي نفسك ما تخليش معلقة وسخة جنبك. اول باول كده، معلقة، كوباية، طبق، حلة، اول باول على ما تشطبي اكلك هتبص تلاقي ما عندكش ولا اي حاجة وسخة الا الطباق اللي انت بتتغدي فيها بس. تحسي الدنيا خفيفة عليكي، تحسي ايه، ما تحسيش بملل لما تلاقي المطبخ رايق حواليك. في ناس انا عارفاها والله مش غريبة. على فكرة ده كان الفيديو ده هنعمل كده كوباية نسكافيه. ده كان بقى ايه، كنا خلاص كده ظبطنا المحشي والحاجات دي من امبارح. ودي تكملة الفيديو، عشان كده لازم الصبح لازم كوباية النسكافيه، بتبقى كوباية واتنين والله. لازم كوباية النسكافيه دي اللي بتظبط الدماغ. ورايحة ألف المحشي على ما تنزل الست كارمة من فوق هي ومامتها. دايما يا حبيبتي تخلي العصيان بتاعة المحشي جنبك عشان تحطيها في قعر الحلة، عشان لا قدر الله لو الحلة شاطت منك أو اتلسعت المحشي بتاعك ما يلزقش، يبقى سليم. واللي تشيط وتتلسع أو تصفر حتة من تحت تبقى العصيان دي. وبعدين انت المحشي انت بصي اول ما تحطيه على نار حبيبتي، اول ما تحطيه على النار للبنات العسولات اللي لسه بيخشوا المطبخ جديد بقى، وفي عرايس بتبقى ايه، والله في بنات انا بعرفها والله متجوزة بقالها كذا سنة وما بتعرفش تعمل محشي. بصي يا حبيبتي بعد ما تلفي المحشي وتظبطيه، اولا الحلة تبقى ناقصة عندك يعني ايه اكتر من عقلة صباع. ثانيا لما تيجي تسويه، طريقة التسوية بتاعته بتحط المحشي على النار وبتخلي الشوربة بتاعته او المية. بس بصراحة انا برجح الشوربة لان الشوربة بتديله طعم تاني خالص وبتوديه في حتة تانية خالص. تخلي الشوربة بصي مساوية المحشي بالظبط، مساوياه بالظبط. ما تخليش الشوربة تعدي فوق المحشي وتطلع فوقيه عشان ما يبقاش معاكي ايه طري وتحسي انه شارب شوربة كتير ومبغبغ. وانتوا واقفة على طول لما تحط الشوربة سخنة، وانتوا واقفة على طول هيغلي. اول ما يغلي مباشرة توطي عليه شمعة وتسيبيه بقى مع نفسه يتفاعل كده مع نفسه. بس تبقى عينك عليه حبيبتي، يعني ربع ساعة كده وبص عليه. لقيتيه شغال ولسه الشوربة فيه على نار هادية، على العين الصغيرة مش على العين الكبيرة في البوتاجاز. قسمناهم نصين يا حبيبتي. انا ما بحبش احط قدام الخلطة كلها، انا وشغالة بلف المحشي او محشي الكرنب او اي محشي ما بحبش احط الخلطة كلها قدامي. بحب اخد بالطلب، يعني احنا كده قلبنا الخلطة وظبطناها
ملح بقى وكزبرة وفلفل اسمر وبابريكا وحتة شطة، وتظبطي دنيتك وتقلبيها كل ده في الصلصة بتاعتها قبل ما تحطي الرز عشان تعرفي تقلبيها، والخضرة تدبليها في الصلصة قبل ما تحطي الرز. والرز ده اخر حاجة في الاخر خالص، بعد ما تظبطي ملحك، بعد ما تظبطي التوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها. لو عندك توابل محشي ماشي. والله يا بنات انا عمري ما حطيتها توابل المحشي دي. شوف انا الواحد بيعمل محشي من، نقول من كام، من زمن الزمن، ومع ذلك عمري ما حطيت توابل محشي. لسه اول مرة اشتريها امبارح. بس ما كان فيديو المحشي ده كنت عاملاه بقى له يجي اسبوع وما منتجتوش، لسه بمنتجه ولسه ما جربتهاش. قلت ايه نجربها. جبنا بكيس توابل محشي وجبنا كده حبة تتبيلة، هبقى ان شاء الله هوريها لكم في فيديو تاني. ونعمل بقى مج النسكافيه ده الجميل اللي ما بستغناش عنه الصبح. بعد كده بقى ايه نقعد نظبط الدنيا بقى ايه في الدور الارضي تحت، لان المحشي ده يعني ايه، بص انا هلف وحديتين كده ولا حاجة. المحشي ده صعب طبعا تلفي انت واقفة، عاوز بقى تقعدي كده وتريحي عشان ايه، وبياخد وقت ايه شوية. ان معلش حبايب قلبي ان الباقة كانت خلصانة عندي، بقى لها داخلة في اسبوع اهي، فلسه شحناها امبارح. عشان كده الفترة اللي فاتت دي ما كنتش بنزل فيديوهات. يا ريت يا حبايبي تتفاعلوا معايا شوية وتتفاعلوا مع القناة شوية، واللي يعمل لي كومنت يكبر بخاطري فيه ربنا يكبر بخاطره في الدنيا والآخرة، واللي يشاهد الفيديو يعمل لي لايك ويشجعني، ربنا يصلح حاله في الدنيا والآخرة يا رب. قولوا آمين يا حبايب قلبي. المهم انتوا صايمين ولا مش صايمين؟ رجب بسم الله ما شاء الله، شهر الله المحرم، الصيام فيه محبوب محبوب. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. بس يا حبيبتي احنا بقى ايه معلش عاملينه محشي صعيدي. محشي صعيدي بقى مش محشي مصري صغنن كده، في ناس بتعشق المحشي الصغير. ودي فرخة بلدي اهي حطيناها على النار وهنسيبها كده مع نفسها نص ساعة كده. بعد كده أو تستوي ونطلعها. وادي حبايب قلب الكرنباية اهي قسمتها على حلتين، لاني عندي بسم الله ما شاء الله اللي بياكل الكرنب وعندي اللي ما بياكلوش. في ناس بتاكله، هما كلهم بياكلوه بس يعني ايه العيال مش قوي فيه. ودي حتة تومة اهي، نص معلقة تومة وبصلاية هنحطها مع الفراخ. حتة التومة والبصلاية دي بنت، مع ان الفراخ زي ما قلت لكم ووريتكم ودايما بوريكم سر تنظيف الفراخ، لما ما تحسش بقى تشيلي كل الزفارة بتاعتها، تنقعيها بعد ما تغسليها وتنضفيها وتقطعيها، تنقعيها بمية وتحطي لها ليمونة، وتسيبي الليمونة بالقشرة بتاعتها فيها ساعة نص ساعة على حسب ما انت جايبة الفراخ. كل ما تقعد بالمية ام ليمون، لو انت جايباها من بالليل ممكن تحطيها فيها وتنقعيها فيها وتحطيها في التلاجة، هتبص تلاقي الليمونة طلعت الزيوت اللي فيها. بص حبايبي ودي الفراخ البيضة اهي، دي الوراك اهي جايبينها ومنضفينها وقاسمينها. بصوا بيضة قشطة ازاي. والله انا بص بنقع الفراخ وبعملها زي ما بقول لكم كده. لو حطها في الفريزر ومزنوقة في الوقت هطلعها، لو ما فيش وقت تفك هطلعها هي ومتجمدة،
احطها في الحلة على طول، لانها مغسولة ومشطوفة كذا مرة، ومنقوعة بمية ومنقوعة بليمون بالساعة والاتنين، واحيانا بتبات عندي في الفريزر. يعني انا جبت فراخ، هنعمل بقى طبق ملوخية ناشفة جنبيهم، وحطيتها في الفريزر. والله لما تكون يا بنات الدنيا كويسة ولاقي معايا فلوس، 100 جنيه 200 جنيه، بجيبهم فراخ. أنا بجيب وراك، احنا ما بنجيبش فراخ بصراحة، بجيب الوراك وبقى اغسلها وبشطفها وببيتها في التلاجة بالليمون وحبة خل، وبقلبهم فيها وبسيبهم. تيجي تغسلهم تاني يوم تلاقي ريحة الليمون فيهم مخلياهم. واللي ما جربش الموضوع ده يجربه ويقولي. لاقي ريحة الليمون فيهم جميلة، وملفيش أي ريحة للفراخ ولا أي زفارة. تشطي فيها شطفة حبيبة قلبي تاني واتنين، وتصفيها يعني ايه، يعني من دقيقتين 3 كده في المصفية، أو انتوا بتغسليها كده تنطرها من بإيدك كده، تنفضيها كده نفضتين، وهتنزل المية اللي فيها. وتكيسي وتحطي، بس يكون الكيس أبيض، ما يكونش الكيس أسمر، لأن الشنطة السمراء بتتفاعل مع أي أكل. اوعي تكيسي ولا تفرزي أي حاجة في شنطة سمراء، لازم تكون شنطة بيضة شفافة، عشان الشنط البيضة معلهاش أي ألوان صناعية. وهنعمل بقى التومة بتاعت معلش أنا دلوقتي ماسكة الموبايل بإيد وبصور بالإيد التانية، عشان كده ايه مش واخدة راحتي شوية. ربنا يستر إن شاء الله. وتطلعي حاجتك لو انت جالك ضيف على غفلة، لو انت مثلا مزنوقة في أكل في أي وقت، تطلعي والله بصي يا دوب بس تفك يعني من الكيس كده، تفتحي على الحنفية وتفككيها من الكيس وتحطيها في المية مباشرة، لأنك انت عارفة انت عاملة ايه وغاسلة ايه. وهتلاقي الشوربة بتاعتك قشطة. اديكوا شفتوا حبايب قلب حبة الشوربة قدامكم اللي خدناهم للملوخية كان شكلهم عامل ازاي. وهقول ايه بقى، اول ما تنسوش يا حبايب قلبي في اللايك، ما تنسوش تشيروا الفيديو، ما تنسوش في الشير. اللي ما اشتركش في القناة وأول مرة كده بيقلب في اليوتيوب وشافني قدامه، ياريت يشرفني ويبقى أخ من إخواتي اللي أنا بحبهم وبعشقهم من غير ما بشوفهم والله. ياخد جولة في القناة لعل وعسى حاجة تعجبه، ويبقى أخ من إخواتي في القناة. وادي هنا بقى الأكل بتاعنا، حبة المحشي، حبة الملوخية، وهيجيبوا جنبهم بقى حبة مخلل. وبالهنا والشفا على قلوبكم، والهنا والشفا على قلوب كل اللي ياكل يا رب. وهنا ادي الفراخ اهي، طبعا الفراخ البلدي عاملينها لابو احمد لان ما بياكلش الفراخ البيضة، عشان كده بنعمله منها ايه بالطلب. وهناخد حبة جرجير بقى من بتاع احمد، نحطهم جنب الاكل. ويا رب الفيديو